كاين واحد استنفار امني اليوم هنا بجماعه مولاي عبد الله امغار، وبخصوص بالمنطقه الصناعيه والمنطقه الاكثر الاصفر اللي هو اكبر بور افريقيا، اللي كيشهد واحد المجموعه ديال الشركات، وهو اكبر بور اللي كنشوفوا لحد الان. اخوان مازال باقين، مازال كنشوفوا سياره الاسعاف اللي دخلت بواحد الكثافه، واحد تقريبا مجموعه ديال سيارات الاسعاف اللي دخلت لهذا الحريق اللي جا على غفله. الله اعلم شنو الاسباب ديالو. هنا بمنطقه الجرف الاصفر كان حضور سيد العامل والوقايه المدنيه الدرك الملكي، وكاين واحد استعانه بطائره هليكوبتر اللي الاستعانه به هنا في الاقليم، اغلبيه بالمنطقه الجرف الاصفر، لان كتعرفوا منطقه صناعيه اقتصاديه اللي تقريبا راه ثاني بور في المملكه المغربيه بعد كازا طنجة. تحية لكم اخوان، مازال بقاو معنا اللي هنا والان لحد الساعه. المعلومات اللي تكلمنا عليهم هما اللي كاينين، اللي واحد العدد ديال القتلى اللي وصلوا تقريبا 7 القتلى ومفقودين في هذه الشاحنه، في هذه السفينه. لحد الان باقي ما عرفناش الاسباب، وباقي لحد الان كاين واحد كنشوفوا مجموعه ديال الناس كيجيو لهذه المنطقه باش يسمعوا بهذا الحادث المؤلم. هذا البور اكيد هو بور عالمي معروف عالميا، المتواجد بتراب جامعه مولاي عبد الله اقليم الجديده جهه الدار البيضاء سطات. باقي لحد الان مازال حنا جالسين وكنتسناو باش نعرفوا، باش ناخذوا المعلومات ونقولوا لكم معلومات شنو الواقعه ديال هذا النهار، هذا اليوم اللي هما مساكن اجانب صراحه. اجانب، هادو اجانب. نتوما كتعرفوا هاد البواخر وهاد السفن، كاين بعض السفن اللي كياتيو لهذا الميناء اكيد فهما سفن محمله اغلبيه بالسلاح. كاين الغاز، كاين واحد المجموعه بلا ما نذكروا الاسماء ديالها.